السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. لو عندك بيضة مكسورة وعايزة تسلقيها هتسلقيها وهتطلع معاكي زي السليمة بالظبط، وشكل البيضة مش هيبوظ وانتي بتسلقيها خالص، بحل بسيط وسهل جدا. وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا نشوف الطريقة. ساعات لما بتيجي تسلقي البيض بتكتشفي ان من ضمن البيض فيه بيضة مشروخة، وبالطبع طبعا ما بتحطيهاش تتسلق مع بقية البيض، لانك لو حطيتيها بتتكسر وبتطلع اجزاء من بياض البيض وبيبقى شكلها وحش ومفيش حد بيرضى ياكلها. فلقيت بيضة مكسورة عندي فقلت لا، لازم اقول لكم على الطريقة، عشان لو حبيتي تسلقيها وهي مشروخة كده هنسلقها وهتطلع معاكي سليمة. هجيب قطعة ورق فويل وهحط البيضة المكسورة في نص ورقة الفويل، وبعد كده ابتدي اتني الورق عليها. وشايفين بطبقها ازاي؟ بجمع الطرفين مع بعض واتنيهم بالتانية دي عشان انا مش عايزة ولا نقطة مية تدخل للبيضة. بعد ما اكدت عليها من فوق كده هبتدي الف الجنبين علشان تقفل معايا كويس. هكون محضرة الكسرونة اللي هسلق فيها البيضة وهحط فيها مية، وطبعا عشان ديت ألمونيا فبيفضل انك انت تحطي معاها شوية خل. شوية الخل هيحافظ لك على الحلة الألمونيا او الكسرونة الألمونيا، مش هتسود معاكي اثناء غلية المية فيها. اول ما المية تغلي هبتدي انزل بالبيضة في المية. طبعا البيضة ديت عايزة معاملة خاصة عشان هي مكسورة، لكن البيض السليم عادي انت بتحطيه وتملي عليه المية الباردة وتولعي عليه البوتاجاز، انما ديت لازم المية تكون مغلية قبل ما انزل بالبيضة فيها. بمجرد ان البيضة نزلت في المية المغلية هحسب 10 دقايق بالظبط. بعد 10 دقايق هطفي النار عليها واطلع البيضة من المية السخنة، وبعد كده ابردها بالمية الباردة، وهبتدي افكها من ورق الفويل واشوف شكلها عامل ازاي. شايفين معايا؟ البيضة كأنها سليمة بالظبط، الشرخ موجود بس ما طلعش اي اجزاء من بياض البيض، وفضل محافظ على شكلها كأنها بيضة سليمة. هقشر البيضة واقطعها نصين بالسكينة عشان نشوف التسوية بتاعتها مظبوطة ازاي. شايفين شكلها؟ الصفار مستوي ومظبوط جدا، يبقى المدة الكافية لتسويتها 10 دقايق بعد ما نزلناها في المية المغلية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.